السلام عليكم. شلونكم متابعين اعزاء؟ شلون الصحة الاحوال؟ اليوم جبنا لكم طريقة الطرشي الاصفر مثل ما عودناكم. طبعا هاي طرشي، نجيب قرنابيط، شوندر، جزر، لهانة، المازة. هذين المكونات كلهن نقطعهن مكعبات او دوائر او حلقات حسب الرغبة يعني. نغسلهن نظيف، نشف من المي. طبعا هاي الطريقة راح شوي تستغربون عليها. هذا احنا نسويه بس بخل، كل شي ما نضيف له لا مي ولاش. وهنا عندك ثوم وكرفس، وهذا الخل، هذا ابيض، وهاي بهارات طرشي اصفر، لا مندوزي. قلت لكم شوي راح تستغربون من هاي الطريقة طبعا. وهنا عندك الملح والشكر، وهذا صبغ لوزينة اصفر، اكو بيه اخضر اكو بيه احمر، كل الالوان يعني موجودة، بس هذا الاصفر يعني ارتب شي. نجي للطريقة مثل ما يقول نطبقه او نسويه. عندنا سطل بلاستيك نظيف، نذب الخضروات كلها بيه مثل ما قلت لكم: قرنابيط والهانة وجزر وشوندر والمازة. هذين كلهن نضيفهن بالسطل. اهم شي السطل يكون يعني محكم الاغلاق، يعني ينسد زين مضبوط. واذا فدنا واضطريتوا خلوه له فد لايلونة، اي لايلون نظيف، وكبسوه. هاي الطريقة بدون مي. ليش؟ حتى يظل الطرشي اطول مدة عندكم. يعني هسه انا اسويه منا الرمضان بعد قد تقريبا مثل ما يقول شهرين او اكثر. هنا خاشوقة لامندوزي، تابعوا هاي الطريقة، وخاشوقتين شكر، خاشوقتين شكر مثل ما قلنا لكم، وخمس خواشيق تقريبا ملح، 5 ملح. او الملح حسب الرغبة، يعني اكو جماعة يحبونه شوية مالح، اكو جماعة يخلونه فاهي. هنا قلت لكم بدون مي، نخلي بس خل. ليش؟ حتى يظل اطول مدة ممكنة. ها ما قلت لكم ملح، احنا شوية نخليه مالح حتى اول شي الغراض هم ما تخرب. وشي ثاني نخلي وياه الخل. صبغ لوزينة نخلي شوية مثل خاشوقة مال شاي. انا مسوي فسطلتين 3 بس، هاي السطلة الوحدة صورت لكم اياها على مود شنو كمية قليلة وتكون واضحة المكونات قدامكم. هاي البهارات مثل ما قلت لكم مال طرشي، هاي حسب الرغبة. اكو جماعة يخلون ريحان، جماعة يخلون زعتر، يعني كل من رغبته. هنا راح نجيب الخل والصبغ لوزينة، طبعا ما ننساه. شوف ايش قد خاشوقة مال شاي تقريبا على هاي الكمية. هاي سطلة كبيرة مال صبغ تقريبا. هنا راح نضيف الخل عليه. هاي الطريقة أبد ما يخرب، وضمان يظل أطول مدة عندكم. يعني أقل شي يظل فد شهرين أو شهر ونص أقل شي. زين. هنا شوف الخل اللي يغطيه، هنا راح يصير حامض، حموضة مالته فول. ورا ما يستوي يعني كامل، تطلع منه وجبة وجبة، تحلله بمي. مثل يوم عندك تطلع تخلي فوقها مي، وشغلة عادية أصلا. مثل ما قلت لكم بس بخال، ما نخلي مي عليه. هنا نقلبه حتى المكونات كلها تتلابس، البهارات والشكر
الملح واللامندوزي. زين، هاي الطريقة مثل ما قلت لكم أبد ما تخسر بالشرط. زين، وطعمها فد شي الله شاهد. هنا هسه نكبسه، هاي ورا 3 ايام. طبعا هو 5 ايام تاكل منه، 5 ايام تاكل منه اعتيادي. شوف هنا ورا 3 ايام قلبناه تقريبا، ذوق الملح مالته هم مثل ما قلت لكم. يريد فاهي فاهي خلي له ملح. هاي قدامكم، شوف شلون صاير. انا سبغلوزين انا ما كثرت عليه، لان شنو من تخلي هواي حتى يطبع بالايد، من ثل واحد ياكل بالايد او فد شي بالخاشوق كله يطبع بيه. وهنا ورا 5 ايام، ورا ال5 ايام مثل ما قلت لكم نطلع كمية ونحلله بمي، نحلله بمي. وألف عافية وتدللون علينا، وأي استفسار أو فد شي أو مثل طبخة فد شي تراسلوني وتدللون.